بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نقرأ الآن إن شاء الله كتاب الفتن، لأجل أن ننهي هذا الكتاب إن شاء الله، لأن اليوم المغرب إن شاء الله عندنا محاضرة، وربما نذهب قبل المغرب، وسوف نقرأ كتاب الفتن لأنه لم يتبقى عندنا إلا 3 أبواب. أين القارئ؟ أنت هنا؟ سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني مسلم بن عبيد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني انه سمع حذيفه بن اليمان يقول: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. وسوف يتبين هذا العنوان من خلال هذا الحديث، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعود إلى الحديث. عندما ذكر سند الحديث قال أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف لماذا لقب بذلك. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. المقصود بالناس هنا هم الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم
كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان حذيفة رضي الله عنه على العكس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدرك الشر، لأجل أنه إذا أدرك هذا الشر ماذا يفعل؟ ولهذا قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. ففي هذا فائدة، وهو أنه يجوز للإنسان أن يتكلم عن نفسه وأن يتحدث عن ماضيه عندما كان سيئا، وعندما كان على خلق سيء أو على ديانة سيئة، يجوز أن يصف نفسه بذلك إذا كان على سبيل المصلحة، إذا كان فيه مصلحة. ولهذا قال: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني فيه خير ولكنه فيه دخن، يعني فيه ما يعكر صفوه ويسيئه. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد تحدث فيهم البدع والمعاصي، تعرف منهم وتنكر، أي أنهم فيهم خير وفيهم شر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، يعني شر محض. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله، من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن الشر الذي يكون بعد ذلك فيه دعاة يدعون إلى هذا الشر، من أجاب هؤلاء قذفوه في النار. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا لأجل أن نتنبه لهذا، لأن نتنبه لهؤلاء الدعاة وألا نتبعهم على هذا الفعل وعلى هذه الدعوة. قال: هم من جلدتنا، أي أنهم قوم من العرب، يتكلموا ويتكلمون بألسنتنا، أي باللغة العربية. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الخروج على الأئمة، فالشر هنا أنهم يدعون إلى الخروج على الأئمة، ولهذا قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. يعتزل، إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا يفعل؟ يعتزل
الفرق كلها، لأن هذا فتنة، كل فرقة تحارب الفرقة الأخرى، وهذا لا شك أنه فتنة. ولو وجد إمام لقلنا لهم إنه يجب عليكم أن تلزموا الإمام. ولهذا لما لم يكن إمام قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها. حتى أنه قال: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأنت على ذلك أي أنك لم تدخل في هذه الفتن. فالسلامة أيها الإخوة، السلامة هي باعتزال الفتن، وألا يشارك الإنسان فيها. فكل من يدعو إلى الخروج على الإمام فالسلامة أن تجلس في بيتك وأن تدعو الله عز وجل أن يسلم الناس من هذه الفتنة. وذلك لأن هؤلاء الذين يخرجون على الأئمة سوف يحدثون فرقة في هذه الأمة، وسوف يحدثون الاضطراب، وسوف يحدثون التفرق بين الناس وعدم الأمن فيما بينهم. وإذا لم يأمن الناس على أنفسهم لم يستطيعوا أن يعبدوا الله عز وجل حق العبادة، ولا أن يأمنوا على أنفسهم ولا على أهليهم. فالسلامة أيها الإخوة هي باعتزال الفرق إذا لم يكن هناك إمام. وأما إذا وجد إمام فالزم الإمام والزم جماعة المسلمين. هذا ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصانا به، فيجب علينا أن نتبع هذه الوصية وأن نتمسك بها أشد التمسك. وعلى هذا فقوله في الباب: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. فماذا نفعل إذا لم يكن جماعة ولم يكن إمام؟ فإننا نعتزل جميع الفرق ولا ندخل لا مع هذا ولا مع هذا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. وهذا كناية عن اعتزال جميع الفرق. نعم. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة. طيب، قوله باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. يتبين من هذه الترجمة أنه لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يكثر سواد الفتن حتى ولو لم يشارك فيها، حتى ولو كان واقفا معهم ولم يتكلم، فهذا لا يجوز له، لأنه يعين على هذه الفتن وعلى كثرتها وعلى اشتعالها. فيتبين من هذه الترجمة أنه لا يجوز للإنسان أن يكثر سواد الفتن، وذلك لأنه إذا كثر سواد الفتن والظلم فإنه يقوي شوكة هذه الفرق أولا، يقوي شوكة هذه الفرق، لأنه سوف يكثرهم، وإذا كثروا
كل واحد منهم يعين الآخر. وثانيا أنهم سوف يخيفون أهل الخير الذين لم يخرجوا ولم يشاركوا، وسوف يرعبونهم. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يكثر سواد الفتن، وسيأتي هذا من خلال الحديث. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت إكرمة وأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث. المقصود هنا بأهل المدينة أي المدينة النبوية. قطع على أهل المدينة بعث، قطع يعني ألزم أهل المدينة أن يخرجوا جيشا لقتال أهل الشام، وهذا كان في زمن عبد الله بن الزبير. فأهل المدينة ألزموا بإخراج جيش إلى أهل الشام. يقول أبو الأسود فاكتتبت فيه. أبو الأسود اكتتب في هذا الجيش. ماذا قال أبو الأسود؟ قال فلقيت عكرمة فأخبرته. لقي عكرمة، وعكرمة هذا هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما. قال فأخبرته يعني أخبره أنه اكتتب في هذا الجيش. فماذا قال؟ وهذا من فضل الله عز وجل على أبي الأسود، وذلك لأنه لقي عكرمة. فماذا قال له عكرمة؟ قال فنهاني أشد النهي، نهاني أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم لم يشاركوا ولكنهم كثروا السواد فقط. قال فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ففي هذا نستفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يشارك في الفتن ولا أن يكثر سواد الفتن، لأن هذا فيه إعانة على الظلم. ولاحظ هنا موقف عكرمة رضي الله عنه من هذه الفتنة، كان على الحق أو على غير الحق؟ موقف عكرمة على الحق رضي الله عنه، موقف عكرمة على الحق. وموقفه رضي الله عنه قريب من موقف صحابي مر علينا فيما سبق. من هو؟ أحسنت،
قريب من موقف أبي بكر في الفتن. فكان أبو بكر رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ لو دخلوا علي ما بهشت بقصفة بقصبة. نعم، يعني أنه لم يدافعهم رضي الله عنه. نعم. باب إذا بقي في وسادة من الناس. قال: باب إذا بقي في حثالة من الناس. الحثالة هي بقية الشيء أو هي آخر الشيء، وهي لا شك أنها ليست بجيدة، وهي منبوذة ولا أحد يريدها. فالحثالة هي بقية الشيء. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الركب، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر رجله على رجلك فنفق فتراه منفجرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايع، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. نعم. قال: حدثنا عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان متخصصا في أحاديث الفتن رضي الله عنه، كان متخصصا في أحاديث الفتن خوفا أن تدركه رضي الله عنه. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة أي الدين، أي الإسلام، نزلت في جذر قلوب الرجال، أي أن هذا الدين نزل في أصل قلوب الرجال. والدين هنا يدخل فيه الأمانة بمعناها الخاص، وهي ضد الخيانة، لأن الدين الإسلامي جميع أوصافه حسنة، ومن ذلك عدم الغش. فالمهم أن الدين نزل في قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال،
ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، تعلموا القرآن ثم تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عن رفعها، قال يعني كيف ترفع الأمانة؟ قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة. هذا يدل على أن قبض الأمانة، قبض الدين سريع جدا. فتقبض الأمانة، لكن هذا القبض هل هو قبض كلي أو أنه يبقى له أثر؟ قال فيظل أثرها مثل أثر الوقت، مثل أثر الوقت. فالأمانة يبقى أثرها كالوقت، يعني كأثر السواد، كأثر السواد الذي يبقى. وسيأتي إن شاء الله سوف يقول مثل أثر المجل، يعني العمل في اليد. أنت إذا كنت تعمل في يدك وتشتغل، إذا انتهيت تجد أن اليد فيها حبوب وانتفخت وكذا، سيأتي إن شاء الله. قال ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثر مثل أثر المجل، يعني أنها تنتفخ، اليد بعد العمل تنتفخ. هكذا شبه نزع الأمانة. قال مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الآن الجمر معروف، الجمر هل تعرفون الجمر؟ بروابي. ما أدري ما معنى بروابي، لكن الجمر الذي كيف أصفه لكم؟ يشتعل، أيوة، لونه أسود، يشتعل. نعم، يقول هنا كجمر دحرجته على رجلك. الآن الجمر الذي فيه نار إذا دحرجته على رجلك ماذا يحصل لرجلك؟ تنتفخ ويظهر أثر هذه الحرارة. ولهذا قال فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني هذا أثر قبض الأمانة، يعني هذه صفته. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. الناس إذا رفعت الأمانة هذا يبيع على هذا وهذا يبيع على هذا، ولكنهم ما يبالون. كل واحد يحاول أن يغش وأن يخدع الآخر في معاملاته وفي بيوعه. هذا يدلك على عدم وجود الأمانة بين الناس. قال ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا. هذا يدل على أن الأمانة قلت بين الناس، حتى إن الرجال الذين عندهم أمانة من قلتهم يذكرون بين الناس. إذا أراد أن يشتري أو أن يبيع الشخص يقول اذهب إلى فلان عنده أمانة، اذهب إلى فلان عنده أمانة. ولهذا قال فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقال للرجل
ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يقول حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت. لا أبالي أيكم بايعت. أتى علي زمان، متى؟ في عصر الصحابة. لا أبالي هل أبايع هذا أو أبايع هذا، لأن الصحابي رضي الله عنه لا يمكن أن يحصل منه الغش. يقول: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت. والمراد بالبيعة هنا هو البيع والشراء، لا بيعة العهد. يقول: لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا يدل على أن الأمانة قلت. فما بالكم الآن في وقتنا الحاضر؟ كيف الأمانة؟ ضعيفة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من الفتن، هذا لا شك أنه من الفتن. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رده علي ساعيه. إن كان مسلما، شوف يقول: أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت. لئن كان مسلما رده علي الإسلام، يعني أنه لا يغش لإسلامه. وإن كان نصرانيا، من المعلوم أن النصراني يكون بما نسميه كفيله المسلم الصحابي، يكون مولا عند الصحابي، يكون يشتغل. فإذا بايعت النصراني رده علي ساعيه المسلم الذي يتولى أمره. فالنصراني لا يمكن أن يغش، لأنه يعرف أن ما وراءه مسلم. فهمت؟ وبهذا نكون أنهينا كتاب الفتن ولله الحمد. بقية الكتاب إن شاء الله. هل انتهيتم من بقية الأبواب؟ كم بقي من باب؟ أنتم بدأتم مع الشيخ محمد من أين؟ من باب التعرب. نعم. ووصلتم إلى أي باب؟ 8 أبواب. 8. مع الشيخ محمد بقي 8 أبواب تنهونها إن شاء الله هذا اليوم. طيب، نريد الآن 40 النووية. سوف نركز إن شاء الله على 40 النووية حتى ننهي الفتن مع 40 النووية. جيد؟ نعم. طلاب المرحلة المتوسطة فرحوا لما سمعوا 40 النووية، فرحوا. انظروا، بدأوا يفتحون كتبهم. ويرون صاحب البقالة وينظرون إلى صاحب البقالة. وصلنا إلى أي حديث؟
الرابع عشر. من يحفظ الحديث الرابع عشر؟ لا يحل دم امرئ مسلم. الحديث الرابع عشر. ما اسمك؟ ابن حجر. ابن حجر، ما شاء الله. أخو أبي ذر الصغير. ذكرتنا بابن حجر. طيب، قل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني والتارك السيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه التارك لدينه والمفارق للجماعة للجماعة. رواه البخاري ومسلم. أحسنت، ما شاء الله يا ابن حجر، ما شاء الله. طيب، كم وصلنا؟ 75. جيد. طيب، الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قوله هنا لا يحل دم امرئ مسلم أي أنه لا يحل قتل المسلم، لا يحل قتل المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقوله لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بواحدة من ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ الأول قال الثيب الزاني. الثيب الزاني. والثيب، من هو الثيب؟ هو الذي جامع في نكاح صحيح. هذا هو الثيب الذي جامع في نكاح صحيح. طيب، الثيب الزاني، فإذا زنى هذا وهو الذي جامع في نكاح صحيح، إذا زنى بعد ذلك فإنه مستحق للقتل، وذلك عن طريق الرجم. هذا الأول. قال والنفس بالنفس، هذا الثاني يعني القصاص. فإذا قتل شخص شخصا عمدا فإنه يقتل، وذلك بالشروط المعروفة في كتاب القصاص. الثالث قال والتارك لدينه، أي المرتد عن الإسلام. ومن المعلوم أن الردة لها أنواع، فإذا ارتد الإنسان عن دينه، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مستحق للقتل بالشروط المعروفة.
وقوله هنا المفارق للجماعة هذا عطف بيان، والمعنى أن التارك لدينه مفارق للجماعة، أن الذي يترك دينه هذا كأنه فارق الجماعة. وعلى هذا فإذا اتصف الإنسان أو ارتكب واحدا من هذه الثلاث فإن دمه يحل، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يحل. فيستفاد من هذا الحديث احترام دماء المسلمين، احترام دماء المسلمين، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض للمسلم لا بقتل ولا بإيذاء. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويستفاد من هذا الحديث في قوله لا يحل دم امرئ مسلم، هنا قال لا يحل دم امرئ مسلم. طيب، يستفاد من هذا أن غير المسلم يحل دمه، مفهومه أن غير المسلم يحل دمه، لكن انتبه، ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا. فإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فإنه معصوم، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض له بأي أذية. فالمعاهد أولا من هو؟ المعاهد هو من كان بيننا وبينه عهد، من كان بيننا وبينه عهد، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية، وقعوا عهدا، فعلى كل واحد منهم أن يلتزم بهذا العهد. فالمعاهد لا يجوز للمسلم أن يتعرض له بالأذية. الثاني المستأمن. ومن هو المستأمن؟ المستأمن هو من طلب منا الأمان لعمل معين، فمثلا قال أنا أريد أن أدخل إلى بلدكم وأريد أن تعطوني الأمان، إما لتجارة أو لأنظر إلى الإسلام أو لأسمع القرآن. فالمستأمن لا يجوز لنا أن نؤذيه. إذن عندنا المعاهد والمستأمن، بقي الذمي. ومن هو الذمي؟ الذمي هو الذي يسكن معنا ونحميه ويبذل لنا الجزية، يعطينا مالا، يعطينا شيئا بمقابل أننا نحميه. هؤلاء الثلاثة أيها الإخوة لا يجوز لنا أن نؤذيهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا في المعاهد. في من طلب الأمان قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فلا يجوز لنا أن نتعرض لهم. ديننا الإسلامي يمنع من ذلك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل، وعرفنا قبل قليل الثيب، وعرفنا أنه إذا زنى فإنه يقتل. فإن قال قائل كيف يقتل؟ نقول برميه بالحجارة حتى يموت، كما حصل في قصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه. ويستفاد أيضا أن الإنسان إذا قتل شخصا مكافئا له في الدين والحرية فإنه يقتل. أن الإنسان إذا قتل شخصا مكافئا له في الدين والحرية فإنه يقتل. ويستفاد أيضا أن المرتد عن الإسلام يقتل، أن المرتد عن الإسلام يقتل. فإن قال قائل هل يستتاب قبل القتل أو أنه يقتل مباشرة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه لا يستتاب وإنما يقتل بمجرد ردته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقال بعض العلماء بل إنه يستتاب 3 أيام، وذلك لورود هذا عن بعض الصحابة كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في أنه استتابه 3 أيام قبل القتل. والأقرب في ذلك أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام بحسب المصلحة، فإن رأى أن المصلحة عدم الاستتابة فإنه يقتله مباشرة، وإن رأى أن المصلحة هي الاستتابة فإنه يستتيبه. وهنا مسألة مهمة، وهي من الذي يقيم الحدود على الناس ومن الذي يقتل؟ هل هي لكل أحد؟ والجواب لا يمكن أن تأتي الشريعة بذلك. ولو كان القتل لكل أحد لحصل بذلك فوضى وشر وفساد لا يعلمه إلا الله عز وجل. بل إن إقامة الحدود لا تكون إلا للإمام أو لمن ينيبه فقط. نعم. الحديث الذي يلي، كم بقي من الوقت؟ طيب الحديث الذي يليه، من يقرأ الحديث 15؟ 15. ما اسمك؟ هل قرأت سابقا؟ اسمك؟ علي؟ ألف. اسمك ألف. طيب يلا. بارك الله فيك يا ألف، أحسنت. كم وصلنا؟ 80. جيد. طيب
ألف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا هنا أيها الإخوة، يا الصوت قوله فليقل خيرا هنا، الخير ينقسم إلى قسمين، أو نقول إنه نوعان: إما أن يكون خيرا بنفسه، وإما أن يكون خيرا بغيره. قوله هنا فليقل خيرا، إما أن يكون الخير في المقال نفسه كذكر الله عز وجل، هذا خير، التسبيح والتهليل وتعليم العلم، هذا خير بنفسه. وإما أن يكون خيرا لغيره، كما لو قال الإنسان قولا ليس خيرا في نفسه، وإنما من أجل إدخال السرور من أجل إدخال السرور على غيره، هذا ليس خيرا بنفسه، وإنما هو من أجل إدخال السرور على غيره، هذا أيضا خير. قال فليقل خيرا أو ليصمت. ليصمت يعني يسكت. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والجار مرجعه إلى العرف، إلى عرف الناس، وقد حده أو ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه 40 دارا من كل جانب، هذا حد الجار. ورد أنه 40 دارا من كل جانب، يعني من هنا 40 ومن هنا 40 ومن هنا 40 ومن هنا 40، هذا حد الجار. ورد هذا، ولكن نقول إن الدور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مساحتها صغيرة، ولذلك ورد أنها 40. ورد أنها 40. وأما في وقتنا الحاضر فكما تشاهدون أن الإنسان يملك دارا وفيها كم غرفة؟ 3 4 5 أكثر. ولهذا نقول إن المرجع في ذلك إلى العرف. قال فليكرم جاره، ولا شك أن الجار كلما قرب منك كلما كان حقه أعظم، وإذا ابتعد كلما كان حقه أقل. والجار لا يخلو من 3 أحوال. الحال الأولى أن يكون قريبا مسلما، أن يكون قريبا مسلما، يعني قريبا من جهة الرحم مسلما، فهذا له 3 حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. والنوع الثاني أن يكون مسلما ولكنه ليس قريبا لك من جهة الرحم، فهذا له حقان: حق القرابة من جهة الرحم، وحق الجار، وحق الإسلام. حق الإسلام وحق القرابة. حق الإسلام وحق الجوار. النوع الثالث
أن يكون كافرا، وهذا ليس له إلا حق الجوار. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف هو الذي ينزل بك، هو النازل بك. فنحن الآن عندكم ضيوف، فيجب عليكم أن تكرموننا، أليس كذلك؟ بلى. ولهذا قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. إذن هل هذا الحديث صحيح؟ البخاري ومسلم اتفقت الأمة على صحة الحديث الذي فيهما أو في أحدهما. فيستفاد من هذا الحديث وجوب السكوت إلا في الخير، وجوب السكوت إلا في الخير. والخير كما سبق قد يكون خيرا بنفسه وقد يكون خيرا في غيره. وبهذا يعلم أن ما يتكلم به الإنسان لا يخلو من 3 أحوال أو من 3 أقسام: إما أن يكون خيرا محضا، أو شرا، إما أن يكون خيرا، وإما أن يكون شرا، وإما أن يكون لغوا. فالخير مطلوب والشر ممنوع. وأما اللغو وهو الذي ليس فيه خير وليس فيه شر فالأفضل في ذلك السكوت. ويقال: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. فالكلمة إذا كانت في قلبك فأنت مسيطر عليها ومتمكن منها، فإذا خرجت منك سأصبحت هي التي تسيطر عليك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب إكرام الجار، وكذلك وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما بحسب العرف. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي دين الرحمة والألفة والمحبة والتقارب. نعم، نقف على هذا. في سؤال؟ لماذا قرن الله الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر؟ هذا يدل على عظمة الإيمان باليوم الآخر، وأنه من أركان الإيمان. أفهمت؟ ودائما ما يقرن شيء بشيء. فمثلا قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. هذا يدل على عظم حق الوالدين. أفهمت؟ Rifat iman imtitan adalah min sifat Tuhan itu Tuhan
الذين يدعون الفتن يتكلمون بألسنتنا والمراد بألسنتنا هنا باللغة العربية. وكيف بدعاة الأندونيسيا يدعون إلى الفساد لكنهم يستجيبون؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في وقتهم يتحدثون باللغة العربية، فإذا وجد أناس على هذه الصفة فإنهم يدخلون في ذلك ولو لم يتكلم باللغة العربية. الذي يدعو إلى الفتن وإلى هذه الأشياء ويتصف بهذه الصفات حتى ولو لم يتكلم باللغة العربية. ها؟ كيف؟ إيه نعم 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 نعم. كيف نكتب الجار وهو يؤذينا؟ يؤذيك؟ إذا كان يؤذيك بارك الله فيك فالحمد لله، فيه طريق أن تناصحه. الدين النصيحة. ثم قال مر علينا ولأئمة المسلمين وعامتهم، فحقه عليك أن تناصحه وأن تكثر من المناصحة، ولا تدري لعل الله عز وجل أن يهديه على يديك. ونستهد وهو ما يمكن نقبل النصيحة. كرر. يأتي اليوم إن شاء الله الذي يهديه الله عز وجل. نعم، والله أعلم. لا، الآن ما فيه تأدية جزية، هذا من المعاهدين بيننا. نعم، هذا من المعاهد. أنت تذهب إلى بلادهم وتأمن تأمن على نفسك، معاهدة بين دول. تذهب إلى بلده وتأمن على نفسك. إذا ذهبت إلى بلدهم فإنك تأمن، فكما أنك أنت إذا ذهبت إلى بلدهم أمنت على نفسك، فكذلك هم إذا أتوا إلينا فيجب علينا أن نؤمنهم. هذه عقود بين الدول. ما يجوز أن نتعرض لهم، لا يجوز، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهمت؟ لكن نحن لا نسمي بالذمي. عد سميه ما تريد، المهم هذا لا يجوز قتله. أنا ما أدري ماذا تسميه بالإندونيسية، لكن هذا في اللغة. والله أعلم. بارك الله.